بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله على نعماه، وصلاة وسلاما على أشرف أنبيائه محمد المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين له إلى يوم الدين. الإخوة الكرام، كل باسمه وصفته، وأخاف أن أذكر الأسماء وأغفل وأنتم جميعا تسكنون القلب. أقول الجميع وأحييهم بداية بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المشرق، في هذا اليوم الخالد الذي تجتمع فيه هذه الهامات، إنها تؤسس لقضية محورية أساسية لهذا الشعب الأبي ولهذه الأمة في أرض الكرامة والعزة، في حضرموت الغالية علينا جميعا. نعم، إنها حضرموت التي يسهل على الإنسان أن يعطي أغلى ما لديه لها في هذا اليوم الأغر، يوم 20 من ديسمبر، الذي استشهد فيه الشهيد الغالي الكبير سعد بن حبريش العليي، مواصلا لشهداء سبقوا وشهداء لحقوا على ثرى هذه الأرض الطاهرة. نعم، أن حضرموت تستحق منا أن نقدم لها كما قلت أغلى ما لدينا. إننا اليوم أيها الإخوة انطلقنا في الطريق القويم الذي لا بد أن نصل في نهايته إلى تحقيق الغايات والأماني المنشودة لهذه الأمة التي كانت قد أوصلت معالم الحق والعلم والحضارة لكل مكان. إننا نستشعر أيها الإخوة أن واجبا مقدسا علينا أن نمد الجسور لذلك الماضي المشرق، لكي يكون حاضرنا جزءا من التاريخ العظيم الذي سطره آباؤكم وأجدادكم. نعم، إنها أمانة في أعناقكم أن تمدوا الجسور من ذلك الماضي إلى هذا الحاضر الذي نعيشه. هذه أمانة يجب أن نتحملها، ونحن أبناء وأحفاد ذلكم العظماء الذين خلدوا المآثر في أصقاع الأرض شرقها وغربها. يجب أن نكون أحفاد وأبناء العظماء، وهذا هو اليوم الذي تنطلق فيه هذه الجموع من أجل حضرموت الكبيرة الغالية. حضرموت أيها الإخوة لها جناحان: جناح الداخل وجناح الخارج الذي يجب أن لا نغفله. نعم، أن لكم إخوة
في مشارق الأرض ومغاربها هم أبناء حضرموت، وهم على استعداد كامل من أجل أن يعطوا حضرموت حقها. ففي الجموع التي في المهجر هناك الهامات الثقافية، الهامات الاقتصادية، الهامات السياسية، وفي كل مناحي الحياة. نعم، إنهم جزء لا يتجزأ من حضرموت. لا يمكن لحضرموت أن تحقق أهدافها إلا باللحمة الواحدة التي يجب أن تكون بالفعل لا بالكلام. أيها الإخوة، نحن على قناعة وإيمان بأن حضرموت لن تقوم ولن تعلو إلا برجالها وبجميع رجالها. لا يمكن أن يتحدث أو أن يقول جزء أنه حضرموت. لا، حضرموت ليست قبيلة، حضرموت ليست مكون، حضرموت ليست شخص، حضرموت هي جميع هذه المكونات، جميع هذه القبائل، جميع هذه الشرائع. أيها الإخوة، نحن في هذه الأيام ما أحوجنا لأن نكون كتلة واحدة، جميعنا نتقارب، مكونات، أحزاب، شخصيات، كل حضرمي يجب أن يؤدي دوره. حضرموت محتاجة لكل حضرمي، ونحن جميعا علينا مسؤولية يجب أن نعملها. حقيقة أن مسؤولياتنا ربما تختلف، إمكانياتنا ربما تختلف، لكن عندما يقوم الإنسان بما يستطيع عليه يتكامل مع أخيه الآخر وتأتي النتيجة المطلوبة. الإخوة الكرام، إننا نشعر جميعا بأن هناك الكثير والعديد من الاحتفالات والمهرجانات والبيانات التي تنتهي في نهاية الأمر في الوقت القريب والقصير. نحن يجب أن تكون لدينا الإرادة القوية والتصميم في أن نبني حضرموت، نرفع حضرموت. أنتم على أعتابكم تقع هذه المسؤولية وهذه الأمانة، وعلينا أن نكون صادقين في هذا الأمر. فالمسألة اليوم لا تتطلب الخطب ولا المهرجانات. نعم، عندما يكون هناك شيء ضروري فليكن، لكن علينا أن نجعل أمامنا الخط العريض، هو أن نعمل أو أن نكثر من العمل ونقلل من الكلام. هذا هو الواجب، واعتقد أنكم جميعا تستشعرون المسؤولية، والأمر ليس بالأمر السهل، القضية في غاية الصعوبة، لكن أعتقد أن هذه الهامات وهؤلاء الرجال لديهم التصميم على تحمل المسؤولية مهما كانت صعبة أو شاقة. هذه الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها لكي بالفعل نرى حضرموت الخير، حضرموت الثقافة، حضرموت التاريخ في عنان السماء. أيها الإخوة الكرام، إننا في هذا اليوم نشعر بالفخر والاعتزاز، وقد بدأ الحضارم الانطلاقة التي لا رجعة بعدها. لن نعود إلى الوراء أبدا، لقد انطلقنا وسنظل متجهين إلى الأمام حتى تتحقق كل الأماني وكل المطالب ويرفع الظلم عن حضرموت. نعم، إننا نستشعر بأن هذه المهمة
ليست سهلة، لكن علينا أن نوقن وأن نؤمن أننا على استعداد للتضحية، نقدم التضحيات الكبيرة والصغيرة بأي شكل من الأشكال، فلا شيء أغلى من حضرموت. أيها الإخوة، إننا دائما في كل المحافل وفي كل مكان نقول أن المطلب الأساسي لأهل حضرموت هو أن تكون حضرموت إقليم بكامل الصلاحية، ونحن نرجو من دولتنا تحقيق هذا في أقرب فرصة ممكنة، وإلا فالخيار الثاني حضرموت دولة. أيها الإخوة الكرام، إننا نأمل في إخوتنا المسؤولين في حضرموت بشكل أساسي، سواء كان نائب الرئيس، سواء كان الأخ البحسني، سواء كان الأخ المحافظ مبخوت بن ماضي، سواء كان وكيل الوادي الأخ عامر العامري، وهم جميعا حضارم، أن يستشعروا حضرميتهم وأن يعطوا حضرموت حقها. نعم، فهذا واجب، وننتظر من الإخوة المزيد والمزيد من العمل الجاد النافع لحضرموت. وأيضا نتمنى ونسأل ونطالب إخوتنا في التحالف في المملكة العربية السعودية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يعطوا الاهتمام الصحيح والمناسب لحضرموت. حضرموت حضرموت في حاجة إلى مساندة الأشقاء والإخوة في كل مكان. على كل حال، أحييكم وأحيي هذه الوجوه التي تطفح بكل العزم والتصميم من أجل حضرموت الكبيرة، لنكتفي في أيامنا القادمة من الكلام عن الماضي. حضرموت التاريخ، حضرموت المجد، نعم قد أثبتت وأثبت أهلنا وأجدادنا هذا الأمر. هل نحن على قدرة واستعداد من أجل إثبات هذا الأمر؟ هذه القضية الأساسية التي يجب أن تثبتوها في الأيام القريبة القادمة. لن ينفع حضرموت ولن يفيدها غيركم أنتم أهل حضرموت، وكما قلت لن تنجح حضرموت إلا بتكاتف أهلها وتلاحمهم بدون استثناء. كل حضرمي عليه واجب، وكل حضرمي كبير وغالي من جميع الفئات ومن جميع المناطق. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهل حضرموت الكبار الغاليين بالتوفيق والنجاح في مسعاهم الكبير. تحية لكم مرة ثانية، أسأل الله أن يوفقنا جميعا لأن نؤدي واجبنا، ونحن على استعداد للتضحية كما قلت، وصادقين في هذا الأمر بكل غال ونفيس. فلتحيا حضرموت شامخة، وليحيا أهلها كبار أعزاء. يحفظكم الله ويرعاكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.